بائنة، ونحظى بياسر من التقدير والاعتبار من طرف ممثلين عن الدول الثانية، وعندنا دعم ومساندة حقيقة من إلى بقيت نقول لك معظم والله الأغلبية الساحقة من دول الأفارقة حقيقة، وظهر إقبال حقيقة على أن دولة داخل قارة وداخلتها بكل الاعتبارات، ونحاولوا على أنه من خلال البرلمان الإفريقي نجسدوا على مستوى إفريقيا كاملة، ما هو إلا على مستوى الجمهورية الصحراوية وإنما على مستوى إفريقيا، تجسيد للديمقراطية في البلدان الإفريقية. ظهرت بصمات المرأة في جل المجالات وبمختلف المؤسسات: الإدارة، التعاون، الشبيبة، الإعلام والثقافة وغيرها. اختارنا شابة تعين وزيرا، والله تعين سفيرة، إن قال هذه اللي كانت تشتغل، إن قال كانت تشتغل في اتحاد المرأة الصحراوية، والله كانت معلمة، والله كانت إدارية، والله كانت في الهلال، والله كانت في بليدة ثانية. ننصح الشابات وخاصة الشابات اللي عندهم طموح يبرزوا. عندكم الإعلام، عندكم التعليم، عندكم الإدارة، عندكم القطاعات الإنتاجية، عندكم الهلال الأحمر، ما خالقة مؤسسة من مؤسسات الدولة ما تحتاج الشابات وتحتاج النساء المتكونات الوطنيات المخلصات، ياك تعود مرجعية يمشوا منها المواقع صنع القرار بشرف ورافعات رؤوسهم. شاركت في الانتخابات، رشحت نفسها، وإن لم توفق عادت الكرة فاستحقت الفوز عن جدارة، وأبانت عن أسلوب متميز في التسيير. ضحيت ولاني نادمة بتاتا، ضحيت هو لأني نفرض راسي وطموحي نوصل له، والمسألة الثانية نوصل النساء الصحراويات اللي يعرفوا أنه ما خلق امرأة ما تقدر يعني تقبض وظيفة رئيس دائرة وأمين فرع محلي، ولا خالقة مرأة مولي ما تقدر تعدل اللي عدل الراجل كله حسب قدرته، حسب يعني مستواه، حسب يعني نضجه، حسب يعني كله هو وعليه رئيس دائرة تشوف المرأة دائما صعيبة. أنا شخصيا يعني أصريت على طول 11 سنة وأنا نترشح على اني نوصل للرئيس دائرة باش نعتل كل مرأة اللي وراها رئيس دائرة، وانا جابيه في لب الشغله العمل. علاه؟ لانه كنت امينه عامه للدائره، وكل اللي يمارس رئيس الدائره انا نشوفه لانه سهل بالنسبه لي. وبالسلك القضائي والمحاماه، الشرطه وجهاز الامن عملت المراه وفرضت نفسها. عندنا بعض الجرائم القليله اللي ما تتطلب ياسر من الأمور ولا تتطلب ياسر من الجرائم المشينة، يعني ليست موجودة عندنا، ولكن خلق بعض الجرائم اللي احنا ما نقولوا عنها ما هي موجودة بشكل يعني ضايل، ولا شكل ما هو بالصفة اللي موجودة في عالم آخر. تقلدت المرأة الصحراوية أصعب المناصب ولم يمنعها شيء من الوصول إلى أعلى المراتب. نائبة بالبرلمان تناقش وتحاور، توجه النقد البناء وتعبر عن انشغالاتها وتقترح الحلول. في أي برنامج لا يعدل كانت المرأة الصحراوية حاضرة، وكانت بالانعكاس الجيد عليها في أداء البرنامج اللي صار في القاعدة الشعبية. قطعا على المرأة الصحراوية نقلت يعني جل الانشقالات، والله يعني جميع الانشقالات اللي عند المرأة الصحراوية في القاعدة نقلتها لقبة البرلمان، ويعني وتعاملت معها الحكومة وتعامل معها البرنامج يعني قدر الإمكان في الظروف اللي حايطة بين احنا كامل، الظروف الاجتماعية والاقتصادية إلى آخره. طرحوا إظهار المواضيع اللي خاصة بالنساء، خاصة في الحالات الاجتماعية والحالات القضائية في الزواج وفي الطلاق وفي النفقة إلى آخره، وناقشت حتى هي من البرامج اللي ناقشته من في القوانين اللي سنت داخل البرلمان. كذلك أخبار الإعفاء والأجور في بعض المؤسسات، في السلك الإداري، في السلك في الإشارة، في التعليم، في الصحة إلى آخره، بعض الأجور وحقوق النساء في الإعفاء، وفي يعني فترة الأمومة والطفولة وفترة النقاهة إلى آخره. إن الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية ظل مدرسة للإطارات النسوية تخرجت منها النساء عن جدارة لولوج مختلف الأعمال، منها الميدان الدبلوماسي الذي تعمل به المرأة كسفيرة للقضية،
واستطاعت رفع علاقات متينة مع مثيلاتها عبر كل قارات العالم. باسم تمثيلية الجبهة الشعبية في أراغون، منطقة أراغون، هذه الناس اللي نعتت شجاعتها رغم ذم القمع اللي عايشة، ومن نوع انتهاك حقوقهم اليومية إلى درجة أنه الطفولة مثلت محترمة، والرصاص مثل حد حشمان من يطلسوا على أقل شيء للإنسان وضعفوا اللي هي هاي الطفولة. وفي نفس الوقت هم اللي متشجعين باش نظهروا هنا في فرنسا وفي اسبانيا أهمية تضامن الشعوب وعن الشعب الصحراوي يوم بعد يوم، منعت عنه ما هو الزمن هو اللي يغير دفاعه عن حقه، وعنهم الصحراويين مهما كانت الظروف ومهما كان الزمن متأكدين من عنهم لا يدافعوا إلى الأبد على حق تقرير مصيره للصحراء. وبإذن الله هذا ماشيين يوم بعد يوم نتأكدوا منه، لأنه فجأة ذم الخيام والناس سامحة في نفوسها، هذا معناها أنه الشعب الصحراوي مثل متحمل ولا هي يدفع أي ثمن، والنصر بإذن الله. تصنف الصحراء الغربية من أغنى المناطق بالثروة السمكية، ساحلها الواقع تحت تأثير تيار جزر الكناري الدافئ يعتبر أغنى حوض سمكي في إفريقيا من حيث تنوع الأسماك والرخويات والقشريات ورأسيات الأرجل والقرش والحيتان، كما أنها غنية بالفوسفات الذي يمثل 9% من الاحتياطي العالمي وحوالي 15% من احتياطي القارة الإفريقية. كما توجد مناجم الحديد ورواسب معتبرة من خامات النحاس وتراكيب صخرية تحتوي على الذهب، بالإضافة إلى الملح الحجري والأحجار الكريمة وأحجار الزينة، كما أن للمنطقة ثروة حيوانية معتبرة. ورغم غنى الصحراء الغربية إلا أن شعبها محروم من خيراته ويتم استغلالها بشكل جائر من طرف المحتل المغربي بمشاركة بعض الشركات الأجنبية في استنزاف خيرات المنطقة من خلال إبرامها اتفاقيات الشراكة مع المحتل. وبالرغم من تصريح مكلف بالشؤون القانونية السيد هانس كوريل الذي أكد أن المغرب ليس القوة المديرة للصحراء الغربية، لأن إسبانيا لا تملك الحق في منح الرباط مسؤولية إدارة الإقليم، وبالتالي فالمغرب قوة احتلال ولا يملك الحق في استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ما دام الشعب الصحراوي لا يستفيد من هذا الاستغلال. Now, the legal nature of the core principle of permanent sovereignty over natural resources as a corollary to the principle of territorial sovereignty or the right to self-determination is indisputably part of customary international law. That was one conclusion we drew. But the exact scope of these implications are not so clear. And that's where we had a problem. And if you give a legal opinion as legal counsel to the Security Council, you have to be very, very careful. لم يسبق الدول المجموعة الأوروبية أن سألت الشعب الصحراوي عن مدى رغبته في إبرام اتفاقية الصيد البحري ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وكيف يعرف الجميع على أن مجموعة كبيرة وعدد كبير ونسبة كبيرة من الشباب الصحراوي لا يتمتعوا بأي عمل، وكان الأجدر على أن هذه اتفاقية الصيد يستفاد منها الشباب الصحراوي الصحراويين اللي في مخيمات اللاجئين واللي وضعهم الإنساني حتى هم بوضع مزري ويعيشون على الإعانات الإنسانية.